بعد قرار البنك المركزي مباشرة الخميس الماضي طرح شهادة جديدة بأعلى فائدة في السوق، ويعتبر أفضل شهادة في الوقت الحالي وهتتفوق على كل الشهادات اللي فاتت. فتابعونا بقى للآخر لمعرفة جميع التفاصيل. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه بنوك مصر. نستاذن حضراتكم طبعا لو بتتفرجوا علينا ولسه مش مشتركين في القناه تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس على الكل عشان يصلكم كل الاحداث والحلقات الجديده خلال الفتره الجايه، لانها مهمه جدا زي ما حضرتك شايف. وطبعا اهم حاجه ما تنسوش تدعمونا باللايك على الحلقه. خلونا بقى نخش في موضوع حلقتنا على طول وناخدها واحده واحده كده. طبعا كلنا تابعنا امبارح وشفنا قرار البنك المركزي بتثبيت معدلات الفايده على 19% و20% للايداع والاقراض على الترتيب في ثالث اجتماع على التوالي في 2026 من اصل 4 اجتماعات عملهم البنك المركزي في الوقت الحالي. طبعا قلنا في الاجتماع ان في بعض البنوك هتبتدي ترفع الفايده عندها شويه زي البنك الاهلي اقل سنه اعلى شويه، وبالفعل ده اللي حصل قبل الاجتماع واللي حصل في الشهاده الجديده اللي معانا دي، لكن افضل من اللي فات. هنذكركم برضو باللي تم قبل كده بشهادات اعلى من البنك الاهلي واعلى من بنك مصر عشان نشوف الشهاده ديت ازاي هتتفوق عليهم. ابتدى الموضوع ده البنك العربي رفع الفايده عنده ونزل شهاده جديده، الفايده بتصل عليها ل 18% سنوي وفي دوريه صرف شهري طبعا، لكن كانت بحد ادنى مليون جنيه ومضاعفات ال1000 جنيه. بعد كده كمل المسيره طرح بنك التعمير والاسكان برضه شهاده جديده بفايده يومي وشهري وفيها السنوي 18% برضه بحد ادنى مليون جنيه ومضاعفات ال1000 جنيه. قبل الاجتماع على طول بيوم واحد بنك السي اي بي رفع الفايده على الشهاده اللي عنده شهاده بريميوم الثابته، كل الشهادات ديت ثابته طبعا، خلاها 18% بحد ادنى 50,000 جنيه ومضاعفات ال1000 جنيه، فدي كانت مميزه جدا. اللي معانا بقى في الحلقه ديت هتتفوق على الثلاث شهادات دول. مبدئيا اللي طرح الشهاده الجديده دي هو البنك الاهلي الكويتي مصر، اسمها الشهاده الثلاثيه الثابته. الشهاده المده عليها 3 سنوات، العائد عليها طرحها البنك الاهلي الكويتي مصر بفايده 18%، وطبعا ديت فايده سنويه، لكن دوريه صرف العائد على الشهاده دي شهري، بتاخد العائد كل شهر. بتاعه البنك العربي كان العائد ال 18% ده سنوي، وبتاعه بنك التعمير والاسكان كان العائد ال 18% ده سنوي، وبتاعه بنك السي اي بي كان العائد عليها شهري لكن بحد ادنى 50,000 ومضاعفات ال1000. دي 18% شهري ولكن بحد ادنى 10,000 جنيه ومضاعفات ال1000 جنيه، فتتفوق في الحد الادنى. فاللي هيخليها افضل شهاده من الثلاث شهادات اللي فاتوا ب 18% ان هي شهري مش سنوي، وان هي باقل حد ادنى فيهم 10,000 ومضاعفات ال1000 جنيه، اللي فاتوا كان 1,050,000 ومضاعفات ال1000. وطبعا من اهم مميزات الشهاده ديت ان طبيعتها ثابته وبتجدد. ثابته يعني لو تعاقدت عليها دلوقتي 18% هتفضل طول ال3 سنين تاخد 18% كل سنه وتصرفه كل شهر، مش هتتاثر باي تخفيض او اي زياده او اي حاجه هتحصل على الشهاده ديت سواء من البنك الاهلي الكويتي مصر او من البنك المركزي بعد كده. وبتجدد زي ما احنا عارفين ان بعد انتهاء مده ال3 سنين البنك بيجددها لمده 3 سنين تانيين على نفس تفاصيل الشهاده، لكن على حسب العائد اللي موجود ساعتها. والاسترداد على الشهاده ديت متاح بعد مرور 6 شهور، وايضا الاقتراض على الشهاده ديت متاح بنسبه تصل الى 95%. فاحنا معانا في الوقت الحالي يعتبر 4 شهادات يتفوقوا على شهادات البنك الاهلي وشهادات بنك مصر لانهم ب 17.75% شهري. فطبعا اللي فات كان بيبقى سنوي، لكن دلوقتي انت عندك شهادتين كمان اهو بفائده شهريه 18% وحد ادنى معقول جدا جدا. وده برضو اللي هنشوفه الفتره الجايه، ممكن تلاقي في بنوك تبتدي تزيد شويه عن ال 18%، كله في الاول وفي الاخر لمصلحه الناس. انا عارف ان الزيادات مش كبيره، لكن البنوك مش هتقدر تزود اكتر من كده يا جماعه، في ظل اصلا ان البنك البنك المركزي مثبت الفايده عنده وما بيرفعهاش، وفي الاغلب ممكن يتجه الفتره الجايه لتخفيض الفايده عنده، وبالتالي ممكن البنوك تتبعه وتبتدي تخفض الفايده على الشهادات عنده، وبالتالي هي مش هترفع الفايده على الشهادات بقدر كبير زي ما الناس متوقعه او زي ما الناس عاوزه. بس يا سيدي ده كده كان كل موضوع حلقتنا النهارده، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده. شكرا.